حضرتك حاجة. هو حاليا دلوقتي انا تحليلي باللي بيحصل ده، الثوره من بدايتها لغايه النهارده ربنا سبحانه وتعالى بيكشف كل يوم شخصيه جديده. المرحله اللي جايه ديت هي كشف شخصيه طموحات عبد الفتاح السيسي الحقيقيه، هل هو طمع في السلطه ولا لا؟ وطبعا يمكن انت شايف وعارف ان في حمله بتاعت لازم تيجي رئيس غصب عنك. طبعا دي مكيده، انا دي وجهه نظري، من اوروبا لجره لخلع البدله العسكريه وتنحيته جانبا، ودي طبعا اراده الماسونيه العالميه. معلش ليه فهم الكلام ده شويه، بس ده فعلا هو الاختبار الرباني اللي حاليا دلوقتي معرض ليه السيسي. دليل على ذلك ان السيسي هياخد اصوات اكتر من حمله تمرد لعزل الرئيس محمد مرسي، لان الاصوات دي هيتم اضافه اصوات الاخوان المسلمين وحزب النور اللي هو حاليا منحى جانبا من العمليه السياسيه. فديت مرحله الاختبار الرباني من ربنا سبحانه وتعالى لاختبار السيسي. طب انت رايك اللي هو طمع في السلطه ولا هو فعلا راجل وطني من الدرجه الاولى وهيتمسك بموقعه في الجيش ومكانته ويفضل يعني محافظ على حب الشعب المصري. انت رايك النصب التذكاري اللي بيتعمل في الميدان دلوقتي بيتعمل ايه غرضه؟ ايه الغرض منه؟ والله هو الغرض والاساس بتاعه ان طبعا محاوله من الحزب الوطني برضه هنقوله ومن الدوله على اساس ان يثبتوا ان الوضع استقر ورساله طمانه للشعب ان الحقوق رجعت، لكن هي الحقيقه المره الحقوق ما رجعتش. دليل على ذلك ان طبعا النهارده يعني احنا مش هنقول محمد مرسي مش مخطئ، هو محمد مرسي مخطئ لان هو اساسا هو سبب الاقتتال الشعب هو محمد مرسي بالفعاليه الدرجه الاولى. لكن مش هننسى ان الاساس الشهداء الاساسيين ما كانوش الاخوان المسلمين هو اللي كانوا متحكمين في الصوره كلها، لا كان في اخطاء شرطيه، كان في اخطاء من المجلس العسكري، كان في اخطاء الحزب الوطني القديم، وكان المفروض دي فاتوره حسابه مقسومه ما بين محمد مرسي وما بين حسني مبارك. العمليه ديت على اساس إعادة تمكين الحزب الوطني من المرحلة السياسية القادمة. دي الخريطة اللي أنا شايفها وهي دي الصح، والله أعلم. يوم الثلاث 19/11 ذكرى محمد محمود. تمام. ثانية، رأيك في الذكرى هيحصل اشتباكات ولا اليوم هيعدي بسلمي؟ أقول لحضرتك حاجة، اللي أنا متوقعه أساسا يعني بغض النظر عن اللي بيحصل، بس القراية السياسية بتقول إن إحنا عندنا اختراق دولي من مجتمعات أوروبية مختلفة من انتماءات، مش الإخوان المسلمين بس اللي ممكن يعملوا الحاجات دي، ممكن يكون في اختراقات تخابريه من دول اخرى هي اللي بتعمل الكلام ده، لسبب حرق الكنائس والجوامع مش كان كلها الاخوان المسلمين، لا كان في عامل دولي نشط اللي هو اللهو الخفي طبعا شغال، دي الارضيه بتاعته. فانا متوقع ان ممكن يحصل تأجيج في الاحداث لسبب، لان هو كل ما هم عاوزين زياده في القتلى عشان خاطر ان الشعب برضه يفضل ايه في حاله القتال للتمكين من حته تقسيم الدوله، هم عاوزين يوصلوا باي طريقه لنفس المخطط التنفيذي. ده الاساس. شكرا جدا ليك.